بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إبراهيم البنا من الدعم الفني لشركة نوفا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن فيديو إن إحنا إزاي نحمل ملف قنوات للجهاز بتاعنا من على الأونلاين أبديت. مبدئيا كده كل اللي أنا هعمله دلوقتي إن أنا من الريموت هدوس على منيو وهنزل في الشمال تحت هلاقي VFTP، هدخل عليها. مش هعمل أي حاجة خالص في الخطوات اللي قدام مني غير إن أنا هدوس على الزرار الأحمر من الريموت اللي مكتوب عليه أوديو. تحت في الشمال عندي كاتب لي لينك تو اف تي بي. تمام، يبقى انا هدوس على الزرار الاحمر من الريموت، هيدخلني على صفحه السيرفر. زي ما حضراتكم شايفين فتح لي قائمتين، الاولى تشانل ابديت والثانيه سوفت وير ابديت. طبعا انا اللي يهمني حاليا دلوقتي ان انا انزل ملف قنوات، يبقى انا دلوقتي هدخل على القائمه الاولى اللي هي تشانل ابديت وهدوس على اوكي. تمام، ظهر لي ملفات شهر 10 ان شاء الله باذن الله اللي نزلت ديت. تمام، طبعا اول ملف عندي نايل سات انجليزي، وبعد كده نايل سات عربي، وبعد كده متحرك انجليزي، وبعد كده متحرك عربي، بعد كده 9 اقمار انجليزي و9 اقمار عربي. طيب انا مثلا وليكن عايز احمل عندي مثلا طبق متحرك، يبقى انا هختار الملف اللي يناسبني سواء كان عربي او انجليزي. انا وليكن مثلا هحمل دلوقتي الملف بتاعي هيكون عربي، هختار اول سات اي ار. تمام، وهدوس على اوكي. طيب هو دلوقتي جايب لي ان انا عايز احمله على فلاشة على اليو اس بي. لا، انا عايز اعمل ابديت، يعني عايز انزله للجهاز. طيب انا دلوقتي من الريموت دوست على سهم يمين او سهم شمال زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده ادوس على اوكي. هلاقي ان الملف طبعا عشان خاطر حجمه صغير اتحمل بسرعه معايا. بعد كده جاب لي رساله بتاكد ان انا احدث البيانات او لا. بيقول لي هل تريد تعديل قاعده البيانات او البرنامج. طبعا انا عايز اعدل طبعا، فهدوس على سهم يمين وهحول لكلمه نعم وادوس على اوكي. هنتظر ثواني لحد ما يقول لي تمت العمليه بنجاح. تمام، زي ما ظهر قدام حضراتكم ان قال لي دلوقتي تمت العمليه بنجاح. تمام، كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هدوس على زرار اكزايت من الريموت وهخرج بره خالص. هدوس على اوكي من الريموت، هلاقي ملف القنوات بتاعي نزل زي ما حضراتكم شايفين. في اخر الملف مكتوب ملف شهر 10. لو دوست على زرار سات هلاقي ملف بتاعي نزل متحرك حوالي 66 او 65 قمر تقريبا، 55 معلش انا اسف. هختار القمر اللي انا عايزه. طيب انا لو منزل مثلا اقمار وعايز مثلا مركب دايزك، يبقى انا هروح على التركيب، هدوس على منيو طبعا من البدايه وهدخل على كلمه التركيب، وبعد كده هدخل على اعداد الهوائي وهنزل على دايزك تايب. لو انا مركب دايزك 4 مخارج يبقى انا هشتغل على اللي فوق، لو مركب دايزك 8 مخارج يبقى هشتغل على اللي تحت. انا مركب دايزك مثلا وليكن 4 مخارج. عندي النايل سات على 1، هسيبه على 1 زي ما هو. عندي بعد كده الاموس على 2، هنزل تحت واختار 2. عندي مثلا القمر اللي بعد كده وليكن انا محمل البلغاري مثلا او الاوروبي او اي قمر من الاقمار التانية، هختار القمر بتاعي. تمام، وهنزل برضو احوله، يعني مثلا وليكن الاوروبي على 3 هختار 3، وهكذا. كل مثلا قمر عندنا حسب الترتيب بتاعه. مثلا قسطرة 19 على 4 وليكن، هنزل برضو اختار على 4. هلاقي ان طبعا الاشارة ظهرت عندي تحت، وهلاقي ان الاقمار بتاعتي اشتغلت تمام. هدوس على اكزايت وهشغل القنوات بتاعتي، هلاقي القنوات بتاعتي شغالة تمام مفيهاش اي مشكلة. بكده اكون خلصت الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى اكون وصلت المعلومة بطريقة سهلة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر سبسكرايب للاشتراك في القناة، ثم اضغط على زر لايك للإعجاب بالفيديو، ولا تنسى أن تشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة أحداث ومعلومات.